اللي شايف ان انا غلطانة هو حر في نفسه. انا واحدة تفكيري ان انا عايزة اقطع ديل كل المشاكل اللي ممكن تحصل معايا انا والراجل اللي هرتبط بيه، ولو ان طبعا ده مش ممكن يحصل بنسبة 100%، وارد يحصل خلاف. عشان انا اتجوزك وابقى عاشقة قوي لترابك وابقى عايزة اعيش معاك في نفس البيت، وبعدين تيجي في يوم تقولي بره، ما هو مصيبة ان الاخ اللي انا دونا عن كل الناس بعد كل السنين دي قلبي راح له، راح اتجوز. ده ومصيبة انه في 4 5 كانوا قبلية تقريبا، وقبلية انا وهي كل شوية يرتبط بواحدة شكل يغيرهم زي الشرابات، عامل لنا فيها مصطفى شعبان في الزوجة الرابعة. دي اول مرة نقابل حالة لايف بقى، حالة فعلا كده من الناس يعني او من الرجال. ده ما فيش مشاكل مادية عنده والحمد لله، ده نوع مشكلته مختلف، بس دي احلى مشكلة فيهم تعتبر. الازمة فين؟ انا عشان اسمعك بتهزقني او بتشتمني الصراحة مش هقدر استحملها، فدي مشكلة وارد يجرى بسبب اي مكان. واني اسمعك بتقولي اطلعي برا بيتي، برضو قلبي مش هيتحملها. فالاحسن ان انا ابقى جايبة شقتي بفلوسي ونتجوز على هذا، وطبعا هكتبها باسمي، وشقتك انت اكتبها باسمك. اتجوزنا ابقى انا مأمنة نفسي، حبينا نطلع في اي وقت ابقى انا مأمنة نفسي، انا جبت حاجتي وبفلوسي وفلوس اهلي وما ازمتكش في حاجة. انا من رأيي ان بأمانة اي بنت عايز ترتبط تعمل ده، العفش كله تجيبه هي بفلوسها هي واهلها، كامل مكمل، فكك من قوانين. انتي بفلوسك وفلوس اداه ما يقللش منك على فكرة. اراء المجتمع دي ماليش علاقة بيها خالص. الراجل المفترض في العقيدة الاسلامية لما بيتجوز بيدفع مهر فقط، او اي مكان المبلغ اللي بيدفعه، بس العقيدة الاسلامية مش بتشترط شروط مجحفة علشان خاطر الراجل يتجوز، شقة وشبكة والكلام ده كله. فانت عشان تبقي ضامنة بنسبة 100% يبقى هو ما يدفعش اي حاجة خالص في الجوازة، تجيبي انت كل حاجتك بنفسك، واهلك يجهزوها لك، وكل حاجة تتكتب فيها باسمك، وهو عايز يجيب له نفسه شقة على خيرة الله ويجهزها هو بفلوسه، ودي كل اللي فيه يتكتب باسمه. كل واحد فيكم بقى حب يقضي يومه مع التاني، يبقى في اوضه في كل شقه مشتركه فيها سرير مشترك، يوم عندك ويوم عنده، وقت ما تحصل خلاف في اي وقت كل واحد فيكم معاه شقته. عايزين مزعلين من بعض وممكن تكون الشقق قريبه من بعض، نبيع الشقه ونشوف شقه تانية، المهم ان احنا مش طالعين خسرانين ماديا، الخساره نفسيه فقط، ومش بنترمي في الشارع، ومش بنروح عند اهالينا. ما انت لو زعلانه معايا حبيتي معايا في نفس الشقه ازاي؟ متخانقين سوا، هو هيروح شقته وانت تقعدي في شقتك. ليه؟ دي قمة الاستقلالية في العلاقة الزوجية. برأيي فكرة رائعة ممكن تحل أزمات زوجية رهيبة، لأن صدمة إن انت تبقي في شقتك ما وسط أهلك ونايمة على سريرك عادي، وتتجوزي يبقى نايمة في نفس السرير اللي جوزك نايم فيه، ومش متعودة ان في حد بينام جنبك، بقيتي فجأة في حد بينام جنبك وكل يوم بيطلب منك حاجات محددة تعمليها له. فالتغير التغير دوت مش سهل يتم تقبله. فلما تبقي انتي في شقة وهو في شقة، لسه الاستقرار بقى، ما في فكرة ان انتي لسه قاعدة في شقة لوحدك عادي، وانك ممكن تقعدي في شقة لوحدك عادي، وانه برضو مش بنسبة 100% انتي قاعدة معاه في نفس المكان، وحتة الإحراج إنك تنامي معاه في نفس السرير، برضه في حاجات كتير في الأمر ده يعني.
ممكن يكون تفكيري غريب شوية، بس انا شايفة انه ممكن يحل ازمات كتير على مستوى مصر والعالم. أم... لو شخص كويس، وارد النفوس تتغير بعدين، وارد تظهر مشاكل او خلافات من نوع اخر ملوش علاقة بكونه كويس او وحش، انه مستواه المادي عالي مثلا، او ان اخلاقياته عالية، او ان تعليمه اعلى، او انه مستواه الاقتصادي او الناس اللي بيقعد معاهم ريتش قوي مثلا، او مستوى عالي من الناس، او ناس يعني هاي هاي قوي ومرفهين وانتي على الله حكايتك. في امور كده بتصعب الدنيا دي. فاللي رايحة ترتبط براجل عشان يصرف عليها ما تحكيش، يعني الحاجة الوحيدة اللي تخليكي ترتبطي بواحد تتجوزيه لازم تكوني بتحبيه، او على الاقل ميالة ليه، او معجبة ليه بيه، او في قبول منك ليه. انما تتجوزيش عشان الفلوس، او عشان يصرف عليكي، او عشان تخلصي من اهلك. انا بتجوز عشان عايزة اتجوز، مش اي سبب. لو عايزة فلوس شوفي خديها من البنك كارد، لو عايزة حد يصرف عليكي شوفي اهلك في البيت يصرفوا، لو عايزة حد يحميكي او يبقى امانك في الدنيا، او يبقى يحميكي في بيتك من اي مشكلة تحصل لك شوفي لك حراسة، لو عايزة تاكلي افضل اكل في الدنيا شوفي مطعم كويس، لو عايزة تتعلمي كويس او تشتغلي كويس، او تشتغلي شغل كويس وتاخدي فلوس كويسة فتقدري تدوري على المكان المناسب. المهم ان كل حاجة ليها علاقة بالجواز بس هي اللي تبقى الشرط الاساسي للجواز. ان انا بحبه، ان انا مش قادرة اعيش من غيره، ان انا مش عارفة اعيش في حياتي من غيره، ان انا شايفاه هو اللي بيكملني، ان انا شايفة ان هو حد مهم في حياتي، ان انا شايفة ان انا محتاجاله ومش قادرة استغنى عنه. ده الاسباب اللي تخلي اي انسانة ما ينفعش تبعد عن الشخص اللي هي عايزة ترتبط بيه ده وتكمل معاه. موضوع ان انا اوافق بفكرة ان ارتبط انا بفكر فيها كتير اصلا، يعني ان انا اتقبل فكرة ان راجل يبقى مسؤول عني في حياتي بغض النظر هيصرف عليا او لا، ان انا ما اعملش اي حاجة الا باذنه وما اروحش في حتة الا باذنه، وما اعملش حاجة الا لما اقول له، كل حاجة لازم هو اللي يقولها، او يبقى السيد. انا واحدة درست دراسة رائعة، فمش هينفع ان انا اتقبل اي حد حتى لو هو شخص كويس. ممكن تعليمي يخليني ما افكرش ان انا ارتبط بيه، مش عشان هو وحش، لا، علشان طبيعة شخصيته. لو هو شخصية عالية وكاريزما وانا مضطرة ان انا امشي وراه، ان هو يقرر كل حاجة في حياتي وانا حياتي كلها تبقى في ايديه، ومفيش اي حاجة اقررها على حياتي لوحدي، بعد كده يسيبني انا بكون اتعودت على وجوده. معرفش ليه، يعني قلبي حاسس لو فكرت اتجوز ان انا ممكن اتطلق، او ممكن هو يزهق مني، او ممكن اتعامل وحش. دي اسباب اللي مخليني اخاف من الجواز. ما تخيلش ان هو بيشتمني او بيسب لي الدين مثلا، او ما تخيلش ان هو يعني يبلطج عليا او يضربني مثلا علشان في حاجة ما عملتهاش، او عملت حاجة غلط، او مش عايزة مثلا اوافق ان انا اعمل علاقة معاه، او تعبانة ومش قادرة. يعني ما تخيلش مثلا انه نمي برا البيت او اطلعي برا. مشهد محمد فراج في الفيلم بصراحة نقطني وجاب لي العصبي. موقف قذر من راجل قذر الصراحة. انا بتكلم على المشهد، مشهد قذر، قذر جدا. اما انت تاخد كل الفلوس اللي معاها كده
مش ده انا جايبهولك، ومش ده انا جايبهولك، ومش ده انا جايبهولك، وبعدين طلعها بره من غير حاجه خالص كده. انا اساسا اغلب الوقت ما بفكرش، انا اصلا يعني من وانا في اولى كليه اول حد فكر يرتبط بيا كان ميكانيكي وشاب مكسيب، فتفكيره طول الوقت ان هو يصرف على اللي قدامه دي، كل ما اقابله لازم يجيب لي حاجه. وانا مش من الناس اللي بحب استمتع على قفا الرجاله، يعني ما بعرفش ان انا اعمل حاجه زي كده. اه ما ينفعش اقول له اعمل لي وهات لي وخلي لي وسوي لي، ما اعرفش اصلا في حد بيعمل كده ازاي. ده في ناس بيعمل كده، فانا مش كده، ما بحبش ده، قله ادب الصراحه يعني. ف ف يعني انا والله فكرت كذا مره اقابله عشان ارجع له فلوسه، متاكده بنسبه 100% انه مش هيرضى ياخدها. مره واثنين وثلاثه اتقابلنا فيجيب لي مره اكل، المره التانية يجيب عصاير، المره التالتة مش عارف ايه. طب سؤال بس، يعني احنا خارجين علشان خاطر انت تصرف عليا، طب ما ده ممكن يجيبولي اهلي في البيت، المفترض ان احنا رايحين نرتبط. ده لما نبقى نتجوز ابقى اطلب منك. فالجنتالة المبالغ فيها ديت من الذكر، انا بتضايق اما الاقي مع عكس الناس بقى، معلش اختي انا مختلفة، ان هي متضايقه انه ما بيصرفش عليها ومش عايز يصرف عليها. انا بقى بالنسبه لي عندي مشكله انه يصرف عليا، انا ما بحبش حد يصرف عليا او يقول لي خدي فلوس. راجل غريب ما اقدرش، معرفش ممكن اوصل بيها ازاي دي اساسا. اقوم من النوم يقول لي خدي دول النهارده، او خدي دول بكره، او خدي دول هاتي كذا، او خدي ده هاتي نفسك فيه. مش هحس انها اهانه، مش عارفه ليه، او ان هو بيديني فلوس علشان خاطر ياخد مثلا تمن ما بيعمل علاقه معايا، او بيديني تمن ما بيعمل علاقه معايا. مش عارفه ليه بحسها كده، يعني انا من زمان عندي المشكله دي فيما يتعلق بالجواز، ان الراجل لما هيديني فلوس وانا مراته كانه بيديني فلوس تمن ما بيعمل علاقه معايا. بحسها مؤلمه قوي للنفس بصراحه. يعني يعني ايه اخد فلوس من راجل غريب؟ انا مش فاهم. اقول له هات لي كذا واعمل لي كذا وخلي لي كذا؟ لا مش عارفه. انا حد مش طلباته كتير اصلا، انا حد طلباته بسيطه. مصيبتي ان انا بدور على الشخص الكويس، مش بدور والاخلاقيات الكويسه، مش على الفلوس ولا اي حاجه تانية، علشان كده ما بلاقيش الشخص اللي انا عاوزاه بسهوله. المشكله هنا بتكون فين؟ ان انا عشان بسهل على اللي قدامي المعامله، وبيشوف ان انا علشان ما بطلبش منه ان انا كده رخيص، عشان مش بجعلصها بقى وبعرضها عليه وبصعبها. يعني انا اسهل الامور كلها معاك ابقى وحشه، اصعبها ابقى برضو وحشه، ليه كده؟